الحناجر الغاضبة لآلاف من المصريين تهتف بفلسطين، تطلب الثأر ممن قتل أشقاءهم في غزة، وتطلب الثأر من نظام عربي رسمي يقولون إنه دخل منذ سنوات في غيبوبة فاستعصى على الموت كما استعصى على الإفاقة والإنعاش. هؤلاء الحكام الذين تخلوا عن واجباتهم لنجدة إخوانهم في فلسطين وغير فلسطين، آن لهم أن يستيقظوا، وآن لهم أن يعودوا إلى الله، وآن لهم أن يقطعوا كل صلاتهم بهؤلاء الصهاينة. طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وغلق سفارة العدو الصهيوني. المظاهرات التي تخطت نصف مليون مصري في الأيام الأخيرة في معظم محافظات وجامعات مصر مستمرة من أقصى الدلتا إلى أقصى الصعيد، تحمل كلها مطالب واحدة ومحددة سواء من الحكومة المصرية أو من أهل غزة. المطلوب محدد وواضح مننا جميعا. أولا فتح المعابر بصورة كاملة ونهائية. رقم 2 وقف تصدير الغاز لإسرائيل. اللافت للنظر هو الحضور البارز للمرأة المصرية في التظاهرات من أجل شهداء وجرحى غزة، حضور أعطى طابعا إنسانيا وقوميا وكشف عن وشائج الرحم والدم بين المصريين والفلسطينيين التي لن تقطعها معاهدة ولن يضيعها صلح. لا أستطيع إلا أن أذرف الدموع وأقول لغزة اسكتي اسكتي، نحن معك. قلبنا يقطر دما، قلبنا يقطر دما، والله أعلم أننا نريد أن نستشهد على ثراك. لا يحتاج الشعب المصري إلى من يدعوه للتظاهر في الشارع، فقواه الحية من جميع القوى الوطنية تجدد ارتباطها بالقضية الفلسطينية وبدعم أهل غزة. هذا مثال آخر، عشرات الألوف تتدفق إلى قلب القاهرة وتنفجر مصر بها غضبا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد أهلنا وشعبنا في قطاع غزة. حسين عبد الغني، الجزيرة، القاهرة.